قبل انتهاء عام 23 وبداية 24 تعال أقول لك اللي هيحصل في الأيام اللي جاية. قبل ما تنتهي السنة وقبل رأس السنة بكام يوم هيبدأ السيرش يبدأ والترند في توقعات العام الجديد، والسوشيال ميديا كلها هيكون شغلها الشاغل ايه اللي هيحصل السنة الجاية. وعندنا على الساحة ناس اسمها متوقعين للمستقبل، على رأسهم طبعا ليلى عبد اللطيف، اللي هيبدأوا يظهروا في التلفزيون وفي البرامج ومعاهم ورقة بيقروا منها ايه اللي هيحصل العام الجاي. الغريب ان هما بيتوقعوا عن كل حاجة، عن مصير الدول، عن السياسة، عن الاقتصاد، عن الاغتيالات، عن الحرائق، حتى عن الظواهر الطبيعية. الزلزال اللي تسبب فيه دمار كبير جدا وللأسف ناس كتير ماتوا فيه. تاني يوم الخبر ده الناس اتشغلت جدا، يا ترى ده كان مخطط له من قبل ولا ده مفتعل ولا ده كارثة طبيعية. وبدأ يظهر لنا ناس بيسموا نفسهم متوقعين المستقبل ولكنهم منجمين، بيقولك ايوه فعلا انا قلت الخبر ده قبل كده وتوقعت بالزلزال ده قبل كده، وبالفعل لما ترجع واحقاقا للحق تلاقيهم عملوا تصريحات عن حدوث الزلزال ده. العربية او الاجنبية ما بعرف. نعم. هيدي مثل ما قلت لك سنة الزلازل، وخصوصا في أحد الدول الأوروبية كمان حيكون، وبعض دول بإفريقيا. نعم. في شيء بنشوفه على جورجيا وكهرمان بتركيا، بنرجع بنقول الله الحامي. كمان خايفة من زلزال أنا صوب جورجيا أو كهرمان منطقة تركيا، وشايفة تسونامي بيضرب بعض الدول العربية، حتى شايفة في بتصير هزة بالبحر بيشعروا فيها اليونان وقبرص. ازاي هو ربنا سبحانه وتعالى بيطلعهم الغيب؟ هم عرفوا ازاي ان هيحصل فيه زلزال؟ النهارده في الفيديو هنهدم فكره توقع المستقبل وهنكشف حقيقه الاشخاص دي بناء على ايه التصريحات دي وازاي تحققت بالشكل ده، وليه موضوع التوقع ده زاد في الفتره الاخيره جدا ولمصلحه مين؟ ما من زمان جدا في موضوع العرافين، ومن زمان في ناس بتفتح الودع، اشمعنى في الفترة الأخيرة دي الناس واخدة الشهرة الكبيرة دي؟ متوقعين المستقبل وما يقولوه ليس له أي علاقة بالعلم ولا بالتعلم. هي نفسها بتعترف، بتقول أنا لا ليا في الأبراج ولا ليا في تفسير الأحلام ولا بفتح الفنجان. بتعرفي ده منين؟ من الإلهام؟ لا، دي تصريحات بتملى لهم إن هم يقولوها. تعال اثبت لك ده بموضوع الزلزال، لان قصه الزلزال دي اكتر حاجه شهرتهم السنه دي، واللي هتخلي ناس كتير قوي تشك هو ازاي في ناس عرفت تتوقع ظاهره طبيعيه وتحدث. خليني اصدمك واقول لك ان في دكتور اسمه محمد العصيري خرج بعد الزلزال دوت باسبوع في لقاء واتكلم انه الزلزال ده كانت دراسة معروفة من 2017. الدراسة كانت خطيرة جدا، بتنبئ ان المنطقة دي معرضة لحدوث زلزال عنيف جدا. ليه؟ بسبب الطاقة الكامنة المتجمعة تحت طبقة الأرض. الدراسة دي من 2017 وقالت إن الزلزال ده ربما يمتد لسوريا، والدراسة دي طلبت هدم المباني الغير مجهزة خالص للزلازل والاستعداد لهذه الظاهرة اللي مش عارفين ممكن تحصل إمتى. وآخر الدراسة كان مكتوب فيها نتمنى ألا تحدث هذه الظاهرة سنة 2023. يعني عايزين يقولوا احنا نتوقع انها في سنة 2023. والدراسة دي اثبتت ان العلم كان يتوقع حدوث هذه الظاهرة الطبيعية، لكن ما قدرش يدي وقت محدد، ادى وقت تقديري لحدوث هذا الزلزال، بيديك رينج معين هيحصل من عام كذا لعام كذا. يجي هنا دور الناس اللي بتسمي نفسها متوقعين للمستقبل، هم دول اللي بيهتموا بالدراسات وبالعلم وبيقول ايه الفترة الجاية. لكن في الأعم المشاهد بيحب المعلومة الخفيفة اللي جايه له من متوقع للمستقبل بمنتهى البساطة. مفيش حد بيروح يطلع، حتى اللقاء ده مع الدكتور محدش يهتم بيه لأن الحاجات اللي فيها مادة علمية بتكون ثقيلة شوية. الناس المتوقعين للمستقبل بيهتموا بقى بالدراسات اللي من النوع ده، يهتموا جدا بالمعلومات دي والتقارير الدقيقة، خصوصا التقارير السياسية. لكن الدراسات دي بدل ما تطلع للناس على إنها علم بتطلع للناس على إنها توقعات، بتطلع للناس على إنها إلهام. وفعلا التوقعات دي بتتحقق لأنها علم لو كنا أخذنا بيه كان ممكن نعمل الكثير جدا من التجهيزات والاحتياطات الأمنية قبل حدوث هذه الكارثة الطبيعية. اتفقنا أن الدراسة عن الزلزال ده كانت في 2017. أول مرة تحدثت ليلى عبد اللطيف عن الزلزال ده وتوقعه كانت في 2018. وكل سنة ما يحصلش فيها الزلزال ترجع في توقعات العام الجديد تجدد تاني إنه في السنة دي ممكن يحصل زلزال في المنطقة الفلانية دي. أما مايك بقى فتوقع ده وقال عنه 2022.
طبعا لان كان فات 18 19 و20 ما حصلش الزلزال، و21 فخلاص قربنا جدا، فاضل سنة او سنتين على الاكثر ويحصل الزلزال ده. فتنبأ بيه بحيث ان هو سنة او 2 هيكون حصل علميا، لكن هو مطلع على العلم واحنا ما نعرفش ده، فبالتالي يصدق التوقع بتاعه، وبالتالي نعتقد ان هو عرف المستقبل او العام القادم. بعد ما فهمنا موضوع الزلزال سهل ان شاء الله نفهم اللي جاي. الناس دي عندهم طريقتين للتوقع. اول طريقة هي طريقة البحث، ودي طريقة العالم الهولندي اللي محدش كان يعرف عنه حاجة خالص السنة دي، فجأة طلع بالتوقع بتاع الزلزال وحصل الزلزال واصبح من المشاهير. لكن طريقته هي طريقة البحث، بيبحث عن اخبار الطقس، بيبحث عن اخبار حركة الارض، ويشوف ايه اللي قرب يحصل ويطلع يعمل لنا بيه توقع. اما الطريقة التانية فهي طريقة ليلى عبد اللطيف، دراسة التقارير، وخصوصا الاطلاع على التقارير الدقيقة جدا. مثلا ليلى عبد اللطيف كانت توقعت ان أنصة الذهب هتوصل ل $2000، والكلام ده كان في 2011، والكل قال واو دي بتتوقع، والحاجة اللي بتتوقعها فعلا بتحصل. لكن محدش خد باله خالص ان كان في حروب، محدش خد باله ان في تضخم، محدش خد باله ان الذهب كده كده في زيادة ومتوقع يوصل لده. مثلا من ضمن تصريحاتها انه اللي عايز يستثمر يروح للذهب والعقارات، وان ده هو الملاذ الآمن، اللي عايز يستثمر ما يخسرش فلوسه. مع ان اي واحد قرأ ولو صفحة واحدة في كتاب تجارة واقتصاد هيعرف انه في حالات التضخم وعدم الاستقرار انه الملاذ الآمن هو العقارات والذهب. ايه الجديد؟ ايه اللي قالته فيه مهم؟ هي قالت حاجة متوقعة، قالت حاجة مدروسة. وخدها نصيحة مني، لو واحد من المتوقعين دول قالك المرشح الفلاني هيكسب في الرئاسة، تعرف انه اطلع على تقارير دقيقة جدا بتقول انه فعلا المرشح ده قريب قوي انه يكسب في الرئاسة او في الترشح ده. هتقولي وافرض ما كسبش، افرض ان هي قرأت التقارير دي وما كانت غير دقيقة. هقولك عادي، ليلى عبد اللطيف قبل كده تنبأت بفوز ترامب على بايدن، ولما جه ما كسبش قالت لا هيكسب مرة تانية. وهنا اللعبة، هنا بتحول التوقع لشيء يمكن حدوثه، والناس بتنسى لما تعدي فترة رئاسية ورا فترة رئاسية هتنسى. ولو كانت ظبطت معاها كانوا هيقولوا واو توقعاتها نار ما بتخيبش، وطبق على ده اي توقع في اي مجال. من الاخر كده الناس دي متنبئة وبتعرف المستقبل ولا لا؟ الإجابة لا. الناس دي عايزة توصل لك أفكار خفية، وهدفهم في الأول وفي الآخر الشهرة. أفكار خفية زي إيه؟ زي إن أمريكا بإيدها التحكم في الظواهر الطبيعية، وإنها تقدر إنها تعمل زلازل وما تقدرش، وهكذا. زي فكرة الجيش الذي لا يقهر. ليه ما توقعوش في العام الماضي باللي حصل السنة دي في غزة وفلسطين؟ لما يبقى في ناس مستنية تسمع التوقعات دي عشان تاخد قرار سفر أو هجرة أو استثمار أو دراسة أو حتى زواج، تعرف إن الناس دي عايزة تحط في دماغك فكرة معينة، هي الخوف من المستقبل، هي إنك ما تتطورش. هما ليه ما بيطلعوش يتكلموا غير عن الكوارث والحرائق والاغتيالات؟ ليه ما حدش طلع يتكلم عن النمو على الاقتصاد؟ ليه ما حدش قال حاجة غير الانفجارات؟ الناس دي عايزانا دايما خايفين ودايما قلقانين من المستقبل، دايما مش عارفين ناخد قرار. خلي بالك من الرسائل الخفية اللي في وسط كلامهم، خلي بالك من توجيه الرأي العام لفكرة معينة يمكن حدوثها، خلي بالك إنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وخلي بالك إنك كل ما بتدخل عشان تسمع هم رأيهم إيه في السنة الجديدة، انت بتعمل ذنب يبطل صلاتك 40 يوم. كلنا عارفين الأحاديث الشريفة، الناس اللي بتدخل ده من باب التسلية، خلي بالك انت بتقع في ذنب كبير. خلي ثقتك في الله، وخلي عندك علم انه لا يعلم الغيب إلا الله، انه لا يعلم الغيب إلا الله. السلام عليكم.